حسمت دوري الأبطال رسميا إلى باريس. باريس مدينة النور تبتسم أخيرا، ويفرح باريس بدوري أبطال أوروبا. باريس كان على موعد مع الإبداع والمتعة في نهائي دوري الأبطال بالفوز بخماسية على إنتر ميلان، اللي كان من وجهة نظري كانت برشلونة تستحق الوصول. كنا هنشوف ماتش ممتع ما بين باريس وبرشلونة، ولكن انريكي بنجومه بدوناروما في المرمى وحكيمي وماركينيوس ونونو مندش وفيتينيا، وقدامهم عثمان ديمبلي ودوي وكفارس تسخيليا، اسماء رنانه، ومن على الدكه باركولا. هزقوا انتر اتهزق تهزيق مش ممكن. لا 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 لا، انزاجي مش يعني انت عملت ماتش عالمي قدام باير، ماتش عالمي قدام برشلونه، انت امبارح حتى تسديدتين في الماتش كله، مش عارف تعمل اي حاجه في اي حاجه خالص. تحس ان انزاجي ده اول مره يمسكوه فرقه عشان يدرب، فهو مش شايف، بيلطش. تورام مش في يومه، لو تارو مارتينيز مش في يومه، سومر مش شايف، ما صدش غير كوره ولا كورتين. ولعيبه باريس دي لو بس باركولا ده لو بيعرف ينهي يجيب له هاتريك في 10 دقايق. مضيع 3 اجوان في ال 10 دقايق اللي هو نزل لعبهم. يعني ال 10 دقايق اللي هو نزل لعبهم دول اخر 10 دقايق في الماتش، مضيع 3 اجوان لوحده. حتى الحكم كسل يدي دقايق، راح مصفر في الثانيه 7 ثواني، يعني بعد الوقت الضايع راح مصفر في الثانيه 7. ولكن باريس مع انريكي مرعب، وخلاص رسميا هتتفتح لنا القنوات رسميه الكلام ده، فاهم انت الحاجات دي، فاهم. مش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك الكومنت الايجابي، وما تنساش نقول مبروك لباريس ومبروك لجمهورها العريق، وهارد لك لانتر ميلان. في 3 سنوات انتر يوصل لمرتين ولكن يخسر دوري ابطال اوروبا. دوري الابطال هي فعلا للابطال. باريس من غير امبابي وميسي ونيمار استحق الفوز واستحق بطولة دوري الأبطال. كتر النجوم لا يجلب البطولات، ولكن الفرقة الجماعية تجلب البطولات وتجلب المجد لباريس منذ 1993. آخر تتويج لمارسيليا بدوري الأبطال كمان كان في ميونخ. ترجع ميونخ لتبتسم لباريس مرة أخرى، ويكسب باريس سان جيرمان، ويبقى أخيرا فرنسا فريق فاز من عندها بدوري الأبطال. السنة دي لا يوجد فريق أسباني حصل على أي بطولة أوروبية. المجد لريال مدريد دائما وأبدا في البطولات الأوروبية. ما تنساش تحريف الاشتراك في القناة وفعل الجرس ولايك الكومنت الإيجابي. ما تنساش الدعم الإيجابي لإخواتنا الفلسطينيين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. السلام.